السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والياسمين على أحلى ناس في الدنيا كلها. النهاردة اليوم الثالث من تحدي أسبوع الإنقاذ السريع. أيوة اليوم الثالث. صايمة فوق 15 ساعة. أنا وقفت أكل من الساعة 10 بالليل، ما دخلش معدتي ولا أي مشروب ولا أي حاجة لحد دلوقتي. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 1 الظهر، وأنا بجري بإيدي وأسناني إن أنا أفطر علشان لسه هصوم 5 ساعات. مش هعمل فيهم اي حاجه، ولا هشرب ولا اعمل اي حاجه. ممكن ميه بس، ممكن نظام الانقاذ السريع في فتره الصيام اللي هم ال5 ساعات تشربي ميه فقط، لكن شاي لا، قهوه لا، اي حاجه تانية لا. ممكن ميه، غير كده فهو اكنه صيام رمضاني. تمام، عشان الوقت بيجري فانا مش هطول عليكم في الفطار محتاجه كوبايه ميه. انا الازازه دي كلها حرفيا هشربها دلوقتي حالا. زي ما قلتلكوا خلصتها. البرد لسه موجود عندي، فبقي بيحس بصحى ان في بقي جفاف كده. تحس لما ريقكوا ناشف كده، عايز تشرب ميه، حاسه نفسك ان انت في صحراء. لا، البرد بصراحه مش راضي يروح. وانا من ساعه لما بدات اسبوع الانقاذ السريع ده وقفت الدواء نهائي، عشان عايزه اشوف نتيجه ان شاء الله والاسبوع ما يروحش مننا. فاول حاجه هنعملها خلاص نشرب ميه او نشرب كوبايتين ميه. الفطار عبارة عن ايه؟ الفطار عبارة عن شريحتين توست سن. ده توست زي ما انتوا عارفين، جبتوا ريتش بيك سن اهو، وعسل. لنا معلقتين صغيرين عسل. يلا بينا نحضر الفطار. فتحنا العسل، عسل ريماس حلو، وناخد بقى معلقة صغيرة دي اول. تقريبا هي العلبة هتبقى المعلقتين. المعلقة التانية بعده هنصوم اهو. هو ده الفطار، وبعده هنصوم لمدة 5 ساعات صيام رمضاني. بأكد صيام رمضاني، مية فقط لا غير. لازم تشربي على الأقل 2 لتر مية. أنا شربت لتر، لسه لي لتر. وسلام بقى لو شربتي 3 لتر مية. ومسموح لك مش مسموح سكر نهائي. اي سكريات مش مسموحة نهائي. في الغدا مسموح فراخ تونة، سمك، جبنة قريش، ولا بيض ولا لحمة مسموحين. تمام، هو ده فطار اليوم الثالث. الوقت بيجري، فانا هروح دلوقتي الساعة بقت 1، هروح اكل ونظبط الدنيا. في حاجة كمان نسيتها، مسموح لك ممكن تاخدي مع ده كوباية لبن. يا سلام لو في كوباية لبن تاخديها معاه وتبدأي فطارك، يبقى كده فطار متكامل جدا 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 جدا. يلا، صباحكم زي الفل، صباحكم زي العسل. اروح افطر بقى، لان انا صايمة اصلا. صايمة 15 ساعة ونايمة. لا، مش كلمة جعانة دي كلمة قليلة، انا بتقطع من الجوع حرفيا. امبارح كان يوم صعب جدا جدا فوق ما تتخيلوا، بس الحمد لله اهو عدى وبنفطر اهو. صباحكم زي العسل. الحمد لله وشكر لله. ال5 ساعات صيام اللي هم 5 ساعات صيام رمضاني عدوا. بجد حرفيا انا كنت جعانة جدا 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 من الساعة 1 الظهر لحد دلوقتي الساعة 6:15 على شريحتين توست ومعلقة عسل. فمفيش حاجة، فمش هطول عليكم لان انا فعلا جعانة جدا. الغدا النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن شريحتين فراخ مشوية. يعني امبارح كنت جايبت نص كيلو، تبلته كله مع بعض واخدته قسمته على مرتين، امبارح والنهارده. وطبق السلطه بتاعنا المتين بطماطمايه واحده بس. بصوا بقى المفاجاه اللي انا عملتها، مفاجاه افتحها قدامكم دلوقتي حالا. طاجين كوسه هيلثي. يعني من كتر الجوع فانا قاعده بفنن في الاكل بصراحه. جعانه جدا 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 جدا. فالكوسه طبعا خضار مسلوق، ويعني انا عاملاها كلها ني في ني، ودخلتها على سويتها على البوتاجاز على نار هاديه. وطبق السلطه وطبق والفراخ. فطبعا في مائده، وتحس ان احنا في رمضان وكده ومعرفش ايه، وجبات اكل كتير نملى العين وكده. فهنروح بقى ناكل ونفطر او اهم حاجه نشرب كوبايتين ميه قبل الاكل. يعني انا فعلا عطشانه جدا جدا جدا. فيلا بينا بقى نشرب ونروح ناكل ونستمتع بالاكل. قبل ما اختم، الخضار في الطاجن بيبقى
ليه ريحه تحفه قوي قوي قوي، وبيبقى طعمه مميز جدا. حته الطاجن والطمي دي بتديه طعم تحفه. يلا بألف هنا، وكفايه رغي كتير بقى عشان انا جعانه. الواحد بعد ما فطر فطار اكل اليوم الثالث من تحدي الاسبوع، تحدي الانقاذ السريع، ومضيها مشروبات. دي قهوه نواه البلح، ودي كوبايه شاي احمر، ويعني لسه محتاجه ان انا اشرب. هنشرب بقى ايه حاجه دلوقتي؟ هنشرب ايه؟ هنجرب النهارده بقى القهوه الخضراء. عايزين نجربها من ابو عوف ونشوف هل فعلا بتساعد التخسيس ولا لا، ولا مجرد كلام ولا لا. ادينا هنعرف. ماشي، هي عبارة عن ايه؟ هنشوف دلوقتي. هنفتح القهوة الخضرا دي. هما بيقولوا عبارة عن باكيتات. انا اول مرة اجربها اول مرة اجربها من ابو عوف. كنت بجيبها عادية سايبة، فقلت اما اجرب المرة دي ابو عوف. يلا بينا. احلى حاجة الايزي اوبن، وكاتبين ان هي بتحط ميه مغليه وكيس. ياو ايز اوبن اهي. اهي شوفي انه بتتفرج معانا. شفتي؟ واو ازاي. اوكي، ممكن اوريهم بقى. عباره عن اهي اكياس باكيتات. الباكينج بتاعها شكله ظريف، ديزاين حلو قوي. زي ما قلت لكم بحب الديزاينز السامبل دي، والديزاينز اللي بيبقى فيها الناتشرال والحاجات دي انا بحبها جدا، بما اني كنت جرافيك ديزاينر قبل كده. العلبه دي ب40 جنيه، فيها 24 كيس. 24 كيس تمام. كاتب لك اوبن هير وشغل عادي. احلى حاجه بقى عجبتني ان هنا مفيش بتاع الدبوس الحديد ده اللي هو شبه بيبقى فليبتون، عشان بيقولوا ان هو مضر. فهو ده كيس. ما ينفعش يا نونو، لا ده بتاع الكبار. اهم خطوه ان احنا هنحط الميه المغليه، ونعمل نكتم كده. ايوه، علشان الزيوت الطياره والاعشاب تهدى وتتركز فيها. ده المشروبات يعني، ده المشروب رقم 3 في يومنا. اما زبدة الشيا، ايه زبدة الشيا؟ بذور الشيا دي مش عارفه اجربها في ايه، بس اعتقد مش هنعرف نستخدمها الاسبوع ده. مش هنعرف نستخدمها في اسبوع الانقاذ السريع. ممكن ان شاء الله الاسبوع الجاي نستخدمها في وصفات تانية، لان انا بشوف بصراحه ناس كتير وفود بلوجر كتير بيستخدموها. فان شاء الله هنسيبها ونستخدمها الاسبوع الجاي خلاص. لكن استخدمنا القهوه النهارده الخضراء. هقول طعمها. همنو تشربي يعني تشربي ازاي قهوه خضراء؟ عايزه تشربي دي؟ اتفضلي اقفليها. يلا اقفليها. نرجع لموضوعنا تاني. فانا هنسيب بقى القهوه الخضراء كده تهدى براحتها. المفروض اصلا اي اعشاب احنا بنعملها نغطيها بالمنظر ده كده. لازم اي اعشاب مهما كانت، شاي اخضر شاي اي حاجه، لازم نغطيها بالمنظر ده كده. فنسيبها تهدى ونشرب. ودي اول مره اجرب القهوه الخضراء من ابو عوف، وان شاء الله تطلع كويسه، متطلعش شويه بودر على الفاضي. تمام خلاص. الساعه دلوقتي 9، كلها ساعه وهنوقف اكل. بون ابيتي. القهوه الخضراء بتاعت ابو عوف، تقييمي ليها بصراحه ما عجبتنيش. مش عارفه هل المج كبير عليها فهي خفيفه، ولا المج قليل، ولا ايه؟ مع ان يعني ده حجم الكيس الباكيت ده، بس انا حاساها خفيفه فعلا. ميه ما فيهاش طعم القهوه الخضراء. مش عارفه هو ده الكيس، بس اعتقد كتير بس هي عباره عن ميه. القهوه الخضراء قليله فيها، مش باينه. انا بحب الحاجه تبقى باينه قوي في الحاجه، يعني الشاي الاخضر يبان شاي اخضر، يبان طعمه. لا دي نسبه ان القهوه الخضراء اللي فيها باينه خفيفه قوي، خفيفه مش قويه يعني. مش هجيبها تاني القهوه الخضراء من عند ابو عوف. ممكن اجربها من حته تانية تكون باينه اكتر، او انا علشان مثلا مستخدمه مج مش مستخدمه كوبايه، فبكره هستخدم كوبايه واحكم عليها بعد كده واشوف فعلا لونها خفيفه. ما ده الفيدباك بتاعي. بس بكره ان شاء الله هجربها على مج اخف في الحجم من ده،
هنخليه كوبايه صغيره كده، يمكن تتقل شويه ما تستحملش، يعني ممكن الكوبايه دي تكون محتاجه 2 باكيته مش باكيته واحده بس. تمام. هنأجل الحكم لبكره ان شاء الله ونقيمها بكره ان شاء الله. تمام. خلصنا كده المشروبات، نخش بقى على وجبه العشاء. تمام. وجبه العشاء انا اصلا مكسله اقطع التفاح، والله ان شكل البرد رجع تاني، لان انا يعني اخدت البرد جالي يوم الجمعه بالليل، نايمني جمعة سبت حد، انا مفيش نايمة في السرير وباخد برشام ومضادات حيوية وكده. يوم الاثنين خلاص من كتر ضغط البرشام ومن كتر ضغط الحاجات دي حسيت ان انا بقيت احسن، وقفت كل البرشامات تماما، وده كانت غباء مني بصراحة ان انا وقفت كل حاجة. النهارده الاربع انا حاسه ان هو رجع تاني، وايه يعني دماغي مصدعه من اول اليوم جدا جدا، صداع ورشح واكنه دخل عليا تاني، فاخدت طبعا مسكن. فربنا يستر، دعواتكم ان شاء الله، فعلا مش قادره، حاسه بسخونيه، فربنا يستر وما اخدش ادويه تاني عشان اسبوع الانقاذ السريع. ما علينا، ده اخر حاجه في اليوم النهارده، اليوم الثالث من اسبوع الانقاذ السريع. ثمرتين فاكهه، ثمرتين تفاح، هاكلهم كده بصراحه، مش قادره ان انا اقطعهم. تمام. وبكده نكون خلصنا اليوم الثالث من اسبوع تحدي الانقاذ السريع. هنحاول ننقذه ان شاء الله بكره الخميس اخر يوم في التحدي، وان شاء الله باذن الله نلاقي نتيجه. التحدي ده احنا هنكون بكره ان شاء الله، يبقى نكون كده مشينا عليه 5 ايام. اشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد ويوميات جديده، وهخلص دول وهبدا على طول صيام لمده 16 ساعه. الساعه دلوقتي 10:30، الساعه دلوقتي 10:15. هصوم لحد لما نشوف هنوصل للساعة كام بإذن الله. احنا ممكن كبنات نصوم من 14 ساعة، 16 ساعة، 12 ساعة عادي. 12 ساعة حلوين جدا برضو، مش وحشين. تمام. اشوفكم بكرة ان شاء الله في يوم جديد ويوميات جديدة من يوميات تحدي اسبوع الانقاذ السريع. تصبحون على الف خير وسعادة، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. تصبحون على الف خير وسعادة.